السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت عرفنا ان الكمبيوتر ممكن يتعلم سواء من الخبرة او من البيانات اللي انا بديها له، لكن السؤال هنا ازاي نعلمه؟ هل نسيبه يكتشف كل حاجة لوحده ولا لازم نساعده في البداية؟ هنا بيظهر اشهر نوع من انواع الماشين ليرنينج وهو السوبرفايزد ليرنينج. كلمة سوبرفايز معناها تحت الاشراف. تخيل مدرس بيحل مع طالب مجموعة كبيرة من الاسئلة، في كل مرة طالب يشوف السؤال ويشوف معاه الاجابة الصح، وبعد عدد كبير جدا من الاسئلة يبدأ يحل بنفسه. بالظبط وبنفس الفكرة الكمبيوتر بيتعلم من أمثلة فيها مدخلات ومعاها الإجابات الصحيحة، وفي الماشين ليرنينج بنسمي الإجابات دي ليبل. طيب منين بنجيب الأمثلة دي؟ كل الأمثلة اللي هيتعلم منها الكمبيوتر بنجمعها في حاجة اسمها داتا سيت، ممكن تكون صور أو رسائل بريد إلكتروني أو تسجيلات صوتية أو أي نوع من البيانات. المهم إن كل مثال يكون مع الإجابة الصح بتاعته. أول جزء في كل مثال اسمه إكس، وإكس هو الإنبوت أو المدخلات أو المعلومات اللي بنديها للنموذج. ممكن يكون صورة، ملف صوتي، رسالة بريد إلكتروني، أو حتى قياسات جاية من حساسات في نظام كهربائي. أما واي فهو الناتج الصحيح اللي عايزين الكمبيوتر يتعلمه أو يتوقعه، وواي هو نفسه اللي بنسميه ليبل. يعني لو الإكس عبارة عن رسالة بريد إلكتروني يبقى واي ممكن يكون سبام أو نوت سبام، ولو إكس عبارة عن ملف صوتي يبقى واي هو النص المكتوب للصوت ده. وبعد ما نجمع الداتا سيت ونحدد الإكس والواي لكل مثال نبدأ مرحلة اسمها تريننج. في المرحلة دي الكمبيوتر يشوف آلاف أو ملايين الأمثلة ويحاول يكتشف العلاقة ما بين الإكس والواي. هو ما بيحفظش الأمثلة فقط، لكن يحاول يتعلم نمط يساعده على التعامل مع الأمثلة الجديدة. نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها دي موجودة في تطبيقات بنستخدمها كل يوم. فلتر البريد الإلكتروني بقى أقصد بيتعلم ويميز الرسائل المزعجة أو السبام من الرسائل العادية. تحويل الكلام إلى نص يتعلم من تسجيلات صوتية ومعها النص الصحيح. ترجمة اللغات تتعلم من جمل بلغتين مختلفتين. وحتى الإعلانات اللي على الإنترنت بتستخدم supervised learning عشان يحاول يتوقع هل أنت هتضغط على الإعلان ولا لأ. وبعد ما التدريب يخلص نجيب مثال جديد الكمبيوتر عمره ما شافه قبل كده ونديله إكس بس. لو اتعلم كويس هيقدر يتوقع واي بدقة معقولة، وده هو الهدف الأساسي من السوبرفايزد ليرنينج. ونفس الفكرة بقى بنشوفها في تطبيقات في هندسة القوى الكهربية. مثلا ممكن يكون الإكس عبارة عن قياسات الجهد، تيار، درجات حرارة محول، والواي هي حالة المحول، هل المحول شغال طبيعي ولا في عطل. أو يكون الإكس هي سرعة الرياح، وواي هي القدرة المتوقع إنتاجها من توربينة الرياح. ودلوقتي بقينا عارفين يعني إيه سوبرفايزد ليرنينج، يعني إيه داتا سيت، يعني إيه إكس وبترمز لإيه، ويعني إيه واي وبترمز لإيه، ويعني إيه ليبل، ويعني إيه تريننج. لكن لسه في سؤال مهم جدا. لو الواي عبارة عن رقم زي سعر بيت مثلا أو القدرة المنتجة من محطة، النموذج هيتعامل معاه إزاي؟ ده بالظبط اللي هنتعلمه في الحلقة الجاية إن شاء الله، اللي بتتكلم عن الريجريشن.